تخيل إن غريزة الأمومة والأبوة توصل لدرجة إن الكائن ده يضحي بنفسه علشان أولاده يعيشوا. في حيوانات ما بتكتفيش بالحماية أو إن هي توفر الأكل والتربية لأولادها، لأ، هي بتقدم حياتها كلها هدية علشان الجيل الجديد ده يكمل. النهاردة هنتعرف على أكتر القصص التضحية اللي موجودة في عالم الحيوان. فعموما بلاش نطول كتير، خلونا نبدأ. بس في الأول ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة والكلام الجميل ده كله. أنا إسلام سيد ودي قناة صندوق الدنيا. العناكب ليها سمعة مش حلوة قوي، لكن في منهم أمهات يعتبروا من أكتر الأمهات تضحية. في عنكبوت اسمه ستيجوتايفوس. العنكبوت ده بيبني عش للبيض، وبعد ما البيض يفقس الأم مش بتسيبهم وتهرب، لأ، دول بيفضلوا حوالين بطنها وكلهم بيكونوا جعانين وبيدوروا على أول وجبة ليهم. وهنا الأم نفسها بتبدأ تسوب من جوه، جسمها بيبدأ يتحلل ببطء وهي واعية ومستعدة للي هيحصل. الصغار هنا بيمتصوا سوائل جسم الأم لحد ما تخلص، وكأنها محولة نفسها لأكتر وجبة غذائية قيمة يبتدوا بيها حياتهم. المشهد ده فعليا بيبقى صعب جدا، بس في عين الطبيعة هو بيكون حب نقي وصافي تخلي الأم تدي أولادها كل حاجة حتى حياتها. نحل العسل هو مثال على نظام اجتماعي معقد جدا. النحلة الواحدة عمرها بيعتبر قصير نسبيا، لكن قيمتها مش في عمرها، قيمتها في دورها اللي بتأديه. النحلة الحارسة لما تحس إن الخلية في خطر بتهاجم العدو حتى لو كان أكبر منها بعشرات أو مئات المرات. اللسعة فعليا بتوجع العدو وتخليه يرجع، بس اللسعة دي بيكون لها ثمن، لأن إبرة النحلة بتغرز وبتتثبت في جسم العدو نفسه، ولما تحاول النحلة تسحب نفسها جزء من بطنها بيطلع مع الإبرة دي وبعدها بتموت. تخيل جيش كامل مبني على إن الفرد فيه مستعد يموت فورا بس علشان يحافظ على آلاف الأرواح اللي جوه الخلية. الأخطبوط مخلوق عبقري وهادي، لكن الأمومة عنده مأساوية جدا. الأنثى بعد ما تلاقي مكان آمن تحط فيه البيض بتاعها بتكون كل بيضة منهم محتاجة رعاية واهتمام. الأنثى بتقعد شهور طويلة جدا، أوقات بتوصل ل6 شهور أو أكتر تقريبا، ما بتتحركش من فوق البيض، بتنظفه وتطرد أي خطر يقرب منه. المرعب بقى في القصة دي إن هي في خلال الفترة دي تقريبا ما بتاكلش، كل طاقتها بتتوجه لرعاية البيض وبس. جسمها بينهار بهدوء وهي موجودة في مكانها مش بتتحرك، بتستنى لحد ما الصغار تفقس، ولما البيض يفقس بتكون الأم غالبا وصلت لآخر نقطة من طاقتها. وهنا هي مش بتموت بعيد عن أولادها، لأ، دي بتموت في نفس المكان اللي ولادها اتولدوا فيه، كأن رسالتها انتهت والمهم هنا اكتملت. سمك السلمون مولود في المياه العذبة لكنه بيعيش في المحيط، ولما بيجي وقت التكاثر بيرجع لنفس النهر اللي اتولد فيه. الرحلة دي بتكون عكس التيار، فوق الشلالات وبين الصخور، وكل متر فيه هي تستهلك طاقتها بالكامل. أثناء الرحلة دي جسم السلمون بيتغير من جوه وبره علشان يقدر يتحمل الرحلة دي، لكن العملية دي بتكون تقريبا زي الانتحار بالبطيء، لأن بعد السمكة ما بتوصل وبتضع البيض بتاعها جسمها بينهار بالكامل، بتموت وبيتحلل في نفس المية اللي أولادها هيبتدوا فيها حياتهم. الغريب بقى إن موته هنا مش نهاية مأساوية، بالعكس، الجسد المتحلل ده بيغذي النهر وبيغذي الكائنات اللي هتغذي أولادها بعدين، يعني حتى موته جزء من دورة حياة متكاملة. سمك الأنقليس كائن غريب بيعيش سنين طويلة جدا في الأنهار، لكنه لما يجي وقت التكاثر يسيب كل حاجة ويمشي يروح للمحيط. بيروح لمكان في المحيط اسمه بحر السرجاسو، بيمشي آلاف الكيلومترات من غير ما ياكل تقريبا، ولما بيوصل بتكون طاقته خلصت تقريبا. ساعتها بيقوم بوضع البيض بتاعه وبيكون خلاص مفيش عنده طاقة أو فرصة إن هو يقدر يرجع مرة تانية، أو حتى إن هو يعيش بعد ما يقوم بوضع البيض بتاعه، وبيموت هناك، والجيل الجديد يبدأ من نفس النقطة اللي انتهى فيها الجيل القديم. سمكة الشمس من أكتر الأسماك غرابة في الشكل والسلوك. الأنثى ممكن تنتج عدد ضخم جدا من البيض يوصل لمئات الملايين في الموسم الواحد. عملية إنتاج الكم المهول ده من البيض مش سهلة، جسمها بيتحلل ضغط هائل، أحيانا بيستهلك كل طاقتها، وبعد إطلاق البيض ده مش كل الأمهات بتنجو، في منهم كتير بيموتوا من الإجهاد أو بيتحولوا لفريسة سهلة بعد الضعف اللي وصلوا ليه. التضحية هنا مش مباشرة زي النحلة أو العناكب، لكنها بتكون مجهود جسدي قاتل بيكون هدفه بس إن هو يدي أكبر فرصة ممكنة للجيل الجديد إن هو يعيش، حتى لو كانت الأم نفسها
مش هتشوفهم. وفي الآخر عالم الكائنات مليان عجايب، منها اللي يخلي قلبك يلين، ومنها اللي يخلي العقل فعليا ينبهر. التضحية بالنفس علشان الأولاد يعيشوا مش بس موجودة ما بين البشر أو في الأساطير، لأ، الطبيعة نفسها فيها أبطال حقيقيين بيقدموا حياتهم هدية للأجيال اللي بتيجي بعدهم. وبكده بتكون خلصت حلقة النهاردة. فما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة والكلام الجميل ده كله، واستنونا في حلقة جديدة من قناة صندوق الدنيا.